أمة تلهو، غناء وطرب وملاعب وأندية وسؤال إلى الله بالتوفيق في الأندية والكرة. أي أمة هذه؟ أمة 2 مليار، أمة المليارات من الدولار. أين الجهاد؟ خرج من القلوب. أين الجهاد؟ خرج من المعسكرات والجيوش. أين الجهاد؟ ألغي من المناهج. أي أمة هذه؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يؤمنون ببعض الكتاب ويغيبون بعضه ويخفون بعضه. أي أمة هذه؟ معارك طاحنة على المولد، نحتفل أو لا نحتفل. وفي 80 معارك طاحنة نقبض أو نسدل، وأحيانا معارك طاحنة نحرك الأصبع يمينا أو يسارا. أما الجهاد، أما الجبهات، أما ميادين الرجال، أما الشهداء، أما البطولات، أما الصبر، أما الثبات، فلا والله. هذه هي أمة التوحيد؟ ماذا أقول لأهل غزة؟ بل ماذا نقول إذا وقفنا بين يدي جبار السماوات والأرض وقال الأطفال يا رب سل أمة محمد لم ضيعونا ولم يطعمونا ولم يحمونا؟ فبماذا نجيب؟ ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ إيه يا عمر، إيه يا عمر، ليتك ترى ما أرى. إيه يا ابن الخطاب، حكامنا يتقاطرون على مواعيد الخمر عند الغرب. من يدعي العلم يشمت بقتل المسلمين على يد اليهود. يفرحون بما يفرح به نتنياهو، ويسرهم ما يسره، ويحزنهم ما يحزنه. إيه يا صلاح الدين، عادت الصليبية، صليبية صهيونية حاقدة امتدت جذورها إلى عروشنا ومناصب دولنا. إيه يا صلاح الدين، عين جالوت، حالنا كحالها. كان التتار قد زرعوا الإرهاب والرعب في كل مكان، أحرقوا كل مكان دخلوه ودمروه، فخافت الأمة كخوفهم الآن، فأرادت ثلة أن تجهز جيشا لقتال التتار. فماذا قالوا لهم؟ أجننتم؟ أتريدون أن تقتلونا جميعا؟ أتريدون إبادة الأمة؟ كيف تفكرون في ذلك؟ وهذا ما قالوه عن الطوفان. والحمد لله أن الطوفان لم يدخل فيه منافق ليقاتل اليهود، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ماذا أقول لأهل غزة؟ أنعموا هنيئا لكم بآيتين من كتاب الله غفلت عنها الأمة وأنتم تعيشونها. أبشركم بمن قتل ب40,000 الذين قدمتموهم في سبيل الله. بماذا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفكروا في العندية ما هي، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويستبشرون بنعمة من الله. أتدرون ما آخر هذه الآيات؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. اخشوا الأمريكان، اخشوا الإنجليز، اخشوا الألمان، اخشوا الفرنسيس، اخشوا العرب المتصهينة، اخشوا أموال الخليج، اخشوا. فماذا فعلوا؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الخليل وهو بين طبقات النار. فما هي النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. وقالها حبيبنا وهو في حمراء الأسد بعد نار أحد. فما هي النتيجة؟ ويقولها الآن أهل غزة. فما هي النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الشهادة ليست سوء، وإنما هي إحدى الحسنيين. أقول لكم يا أهل غزة ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يمر على ياسر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وسمية وهي تحتضر: صبرا آل غزة فإن موعدكم الجنة.